ومساء الخير، مساء النور، مساء الجمال، مساء العيد، مساء الفرحة، الحاجات الحلوة. وحشتوني جدا، كل سنة وانتم طيبين. وهنعمل الرقاق النهاردة الناشف الحلو. نزلت لكم حلقة بالرقاق الطري جميلة جدا، يا ريت تشوفوها. ادخلوا على اليوتيوب واشتركوا في القناة، بجد جميلة جدا جدا. والرقاق كان طعمه ولا اروع، جميل جدا باللحمة وحلو قوي. احنا جبنا الرقاق الناشف النهارده الحلو ده، وهنبتدي نعمله مع بعض ونشوف صينيتنا الحلوة هنعمل ايه. وخليكم معانا. وعصجنا اللحمة، طبعا اللحمة هتعملي نص كيلو، وبصلة حلوة كبيرة وبشرناها وعصجناها. حطيت زبدة قليل جدا عشان انا مش عايزة اكتر الزبدة الحقيقة. يلا، ووطيت عليها وعصقتها عادي زي ما بنعصقها، ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وبهارات لو حبيتي. ويلا وهنشوف. وسخنا الشوربة اللي عندنا علشان نعمل الرقاق الحلو. يلا خليكم معانا يا حبايبي. وعندنا شوربة اللحمة الجميلة دي، وبنعمل كده ورقة ورقة، رقاقة رقاقة قصدي، اهو بالشوربة اهو. بنعملها بالشوربة، الشوربة دافية، ونبدأ ايه، تكون دافية مش سخنة قوي قوي، بس يعني سخنة مش بتغلي علشان ما تعجنش منك الرقاق. هنبدأ نبل رقاقة رقاقة كده ونحطها في الصينية زي ما عملنا كده اهو. وهنبدأ ايه نخلصهم كلهم الرق الاول ونحط في الصينية، وبعدين نحط اللحمة يا حبايبي. وحطينا الرق الاولاني وحطينا اللحمة العصاج جميلة جدا. حطينا حتة زبدة كده، ويلا ونحط الرق التاني من فوق اهي جميلة جدا اهو يا حبايبي. بنرصها وحطينا اهو رقين رقاق. وبنكمل الصينية بتاعتنا اهو عشان نداري كل حتت فيها لحمة هنا، والرقة التانية نحط نداري دي. يلا ونكملها ونشوفها مع بعض اهو يا حبايبي. وحطينا اخر رقة اهو جميلة جدا، وحطينا على وشها حتة زبدة بسيطة. وهنعمل ايه دلوقتي، كوباية لبن وبيضة، وهنضربهم ملح وفلفل قرفة جنزبيل، وهنسقي الرقاقة بتاعتنا، بس هنقطعها الاول وهنسقيها. يلا ونشوفها لما تستوي. يلا بالهنا والشفا اهو يا حبايبي. قطعناها اهو كده وبعدين مثلثات زي البيتزا اهي، قطعناها زي البيتزا مثلثات. وهنبدأ نسقيها بكوباية اللبن والبيضة. يلا حطينا لها ملح وفلفل وحتة جنزبيل، ويلا هنسقيها ونحطها في الفرن على في الوسطاني لربع ساعة. وبص عليها شوفيها، ارفعيها من ما بتبقاش تحت خالص، الرف الوسطاني. يلا على 160 يلا عشان ما تتحرقش. وربع ساعة وبص عليها هتلاقيها استوت. نزليها تحت خالص وافتحي الشواية واديها 3 دقايق على الشواية وانت واقفة عليها عشان ما تحرقش. يلا بالهنا والشفا، هنشوفها لما تطلع. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين اهو يا حبايبي الحلوين. ايه رأيكم؟ اخر جمال بجد، جميلة جدا. صينية الرقاق جميلة، طلعت من الفرن وشها جميل زي الفل. زي ما قلنا سقيناها كوباية اللبن والبيضة، وحطينا على كوباية اللبن يمكن 4 معالق شوربة تاني. سقينا الحروف اللي هي على الجناب لو كانت ناشفة شوية. واحنا ساقين مع بعض الرقاق رقاقة بالشوربة بالمعلقة كده، وتكون يدوب فترة كده الشوربة عشان ما تهريش الحاجة. شايفين بجد تحفة، واللحمة وريحتها ملت البيت. يلا اعتمدوها واعملوها. كل سنة وانتم طيبين. ومنزله لكم كمان على الصفحة الفيديو فيديو اليوتيوب بالرقاق الطري، وده الرقاق الناشف النهارده. كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني جدا.
وقريبا جدا نتقابل بإذن الله، نتقابل اونلاين بإذن الله. يلا كل سنة طيبين وسلام. اكلات ميرا متنسنيش لايك وشير يا حبايبي. انتوا فين كل اللي ضايفيني على الصفحة؟ انا عايزة اشوف اللاف الجميل بتاعكم وكلامكم الحلو، وقولوا لي بتتابعوني منين بجد، واشوف كلامكم ورأيكم واعتمدوها وجربوها، ونزلوا لي كلامكم الحلو والصور اللي تعملوه، واشوف كومنتاتكم الحلوة. كل سنة وانتم طيبين. يلا وربنا معاكم، سلام.